أمير المؤمنين قال لعقيل: يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. ليش؟ حتى يصير الولد شنو؟ شجاع كآبائها وأجدادها. قال: يا علي عليك بأم البنين. سأله: فما تصنع؟ ليش الفحولة؟ ليش تركز على صفة الشجاعة؟ قال: لتلد لي فارسا ينصر ولدي الحسين. تنقل الصفات. قال: عليك بأم البنين الكلابية الحميدية. هذه أم البنين. هسه لعله فد واحد يسأل يقول: يابا هذه بعدها ما متزوجة، شلون صارت أم البنين؟ يصير شبهة لحد اليوم. سألوني اتفاقا: يابا هاي أم البنين بعدها ما متزوجة، شلون؟ هذه كنية جدتها. جدتها كانت تعرف بأم البنين لأن أبنائها كانوا 4 شجعان، فعرفت بأم البنين. فأعطيت فاطمة بنت حزام الكلابية هذه الكنية. قال: عليك بأم البنين الكلابية الحميدية. وفعلا هو عقيل خطبها لأمير المؤمنين من أبيها حزام، فتزوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه المرأة الصالحة التي ولدتها الفحولة من العرب، يعني شجعان العرب وأبطال العرب. فأنجبت لأمير المؤمنين 4 من الأبناء، اللي واحدهم وأشهرهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس. فلما ولد العباس جاءت به إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ماذا صنع؟ حسر عن ذراعيه وأخرجه من القماط. أخرج يدي العباس من القماط، أخذ يقبلهما يقبلها ويقلبها وهو يبكي تجري مدامعه. فنظرت أم البنين قالت: يا أبا الحسن أفي ولدي شيء؟ قال: كلا. حاشا وكلا. قالت: إذن لم تبكي يا علي؟ قال: يا أم البنين إنهما يقطعان في سبيل ولدي الحسين. هذين اليدين تقطعان في سبيل ولدي الحسين. هسه طبعا احنا نتكلم بهذا نكون نشوف أدب أم البنين وتفانيها وخضوعها وخشوعها. ما سألت أمير المؤمنين بأي سبب، بأي ذنب، بأي علة، شنو القضية، ما عندنا. فقط سألت: لم تبكي يا علي؟ قالت: إنهما يقطعان. بعد ما نقل عنها كلام إلى متى؟ إلى أن جاء بشر إلى المدينة ينعى الحسين ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. فخرج الناس يهرعون وهم ينادون: ابا حسينا
قالوا يا بشر هذه أم البنين من بين الناس، فتقدم إليها قال يا أم البنين آجرك الله، لقد قتل عثمان ولدك. قالت أخبرني عن مولاي الحسين. قال لقد قتل عبد الله وجعفر. قالت أخبرني عن الحسين. قال يا أم البنين لقد قتل العباس. قالت أخبرني عن مولاي الحسين. قال آجرك الله يا أم البنين لقد قتل الحسين بكربلاء. فصاحت لقد قطعت نياط قلبي الخضراء وما ظلت، والغبراء وما أقلت، فداء لمولاي الحسين.